عندك بسلة، عندك كوسة، عندك بطاطس، عندك جزر، الفاصوليا، الخضار اللي انت عايزة تأكله لهم تعالوا نعملوه في احلى طاجن هتعملوه النهاردة. الطاجن ده اسمه تولي، اسمه بورما، الاسم اللي يريحك، بس هي بصراحة هو اسمه طاجن فراخ بالخضار. اول تعالوا نسموا بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وان اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا معايا وتتابعوني، واحلى وصفات ان شاء الله هتشوفوها من ايمان شاهين، ملكه المحشي. انا هنا الفرخه بتاعتي كنت عامله لها محلول النقع، معلقتين كبار ملح، معلقتين كبار او ثلاثه، وهتحطي عليهم معلقه سكر، وهتحطي نص ليمونه، وهتحطي معلقه دقيق. معلقه الدقيق دي حلوه قوي، بتفرق يا حبايبي. ماشي، كنت نقعهم بقى من نص ساعه ومحضره كل ده. مسكت الفرخه بتاعتي، رحت شطفتها وجبتها، وهحط عليها فلفل اسمر وملح، وهديها صدمه. هديها صدمه في الزيت كده، هتفرق قوي معاكي من غير ما يعني احسن ما تحطيها ني في ني. ماشي، تعالي بقى اقول لك على طريقه طاجن هتعمليه فراخ بالخضار تحفه، هتاكلي صوابعك وراه، هيقولوا لك يا ماما اعملي على طول الطاجن ده. هنا هي الفرخه، هنا كنت غسلاها ومسكت بقى معلقتين الزيت الكبار، سخنتهم جامد ونزلت عليهم بالفرخه بتاعتي. الفرخه بتاعتي هتعمل صدمه من الظهر ومن الوش، اديها صدمه شمال ويمين كده وهطلعها من قلب الصينيه. ومعايا طبعا معايا شويه بصل بقى حلوين، عشان الوصفه دي بتحب البصل كتير. عايزه تعمليه طرنشات او تعمليه جوانح او تعمليه في الكبه، بس لو عملتيه في الكبه هتعمليها تخريطه كبيره، هتخرطي في الكبه تخريطه كبيره. لو وصلتي بقى معايا لغايه هنا ما تنسيش تعملي لايك كده من ايدك الحلوه دي. وحبايبي اللي مشتركين معايا تسلموني يا رب، ما تحرمش منكم ابدا، واحلى وصفات باذن الله هتشوفوها معانا، واسهل وصفات. انا هنا معايا بقى معايا البسله زي ما قلت لك، وهحط جزر واحط بطاطس واحط فاصوليا، هجيب جميع الخضار واحطه فين في قلب الطاجن معايا. حطيت معلقه سمنه حلوه كده، وهنزل معايا بالفرخه. لا انا حطيت الفرخه، انا كمان اتلخبطت. اخلي الفرخه على جنب. بصوا بقى، انا حطيتها صدمه من وشها ومن ظهرها وهركنها. ماما. هنا معلقتين الزيت اللي كنت عامله فيهم الفرخه، هجيب برضو البصلايه بتاعتي هشوحهم فيها. تعالي بقى شوحي الخضار والبصله بتاعتك في قلب زيت الفرخه دي، هتفرق معاكي، هتخلي الطاجن يعني في حته تانية تحفه. البصله بتاعتي هشوحها كده زي ما قلت لك، حطيت عليها فلفل اسمر وملح، ومعايا الخضار كله همسكه برضو اشوحه على النار. ماشي حبايبي، انا هنا زي ما قلت لك هحطها في طاجن، فعشان المقطع بتاع الطاجن ده ما اتصورش وانا بفضيه، فانا هختصر لك في الحته ديت اهي. انا شوحت هنا البصلايه بفلفل اسمر وملح، هنزل عليها بقى بالكوسه، هنزل عليها بالبسله والفاصوليا، وهنزل عليها بالبطاطس والجزر. كل ده هديله تشويحه في قلب الصينيه على النار، وهمسك الطماطم بتاعتي بعد ما تتشوح كده شويه، بتاع 3 دقايق اشوحها وانزل عليها بالطماطم المصفيه، وارجع بقى احطها في الطاجن معايا. اديها الخطوات دي الاول في الصينيه قبل ما تدخليها في الطاجن. الخطوات دي بتدي طعم حلو قوي للطاجن، الخضار بتاعك بالفراخ احلى ما تحطي الطاجن كله ني في ني. وعايزه اقول لك بتتحط في الفرن ما بتاخدش يعني اقل من نص ساعه، بتلاقي الطاجن بتاعك مستوي وزي الفل. تلاقيه كده، بصي بقول لك زي ما قلت لك، 10 دقايق او ربع ساعه تلاقيه مبكبك. انا كده بصفي الطماطم والمقطع ما جاش زي ما قلت لك اهو، بصي ما كملتش 10 دقايق لقيتها بالشكل والجمال ده، بتبكبك كده. قمت قطيت على النار شويه وسبتها، كملت النص ساعه سوا في الفرن من تحت. وبعد كده هشغل عليها الشوايه، بتطلع بالجمال والحلاوه دي.